بتأكلي أحسن علف والسقوات والخلطات مظبوطة، ومع كده الإنتاج واقع بنسبة 90%. طب إيه السبب؟ السبب البرنامج الضوئي غلط. تعالى أفهمك يعني إيه إظلام وليه هو سر المزارع الكبيرة. حطي لايك وتابعيني ويلا نسمع مع بعض ونشوف إيه فايدة الإظلام. السموم مش كل السموم في العلف، السموم أحيانا بيصنعها جسم الفرخ نفسه. لما الفراخ بتعيش تحت الضوء المستمر بتاكل بدون توقف، ما بتوقفش نهائي. الكبد بيختنق بحاجة اسمها فضلات الاستقلاب. ايه هي فضلات الاستقلاب؟ لما هو جسم الفرخ بياخد الأكل ويحرقه عشان يطلع طاقة ويبني لحم وريش وعظم. العملية دي اسمها عملية استقلاب أو عملية الأيض. طيب المغذيات اللي بياكلها الفراخ بتتحول لعبء سام على الكبد وعلى الجسم. الراحة هنا مش عشان الترف بالنسبة للفراخ أو كده، لأ، هي الراحة هنا ضرورية فسيولوجية مهمة جدا. ساعات الإظلام بيبدأ فيها الكبد والكلى في طرد السموم وبيستعيدوا توازن الجسم تاني. فالإظلام هنا علاج زيه زي أي دواء بتحطيه للفراخ. وما بترفعي العلف وتنظمي الوجبات ليهم، ده مش بتسميه تجويع للفراخ ان انا هجوعهم واسيبهم من غير اكل، لا، ده هيبقى ذكاء منك. ليه؟ تجعلي جسم الفراخ ينظم نفسه بنفسه. لما نوقف الاكل مؤقتا، الجسم بيستهلك الفضلات القديمه، بتحسن كفاءة الامتصاص عند الفراخ، فبينخفض الحمل السام اللي بيزيد على الكبد والكلى، وبتزداد المناعة الحقيقية. لكن الخطأ الكبير ان احنا نظن ان احنا نديهم فيتامينات ونديهم مقويات ونديهم الحاجات دي هتنقذ الفراخ من الامراض. لا، الجرعة الزايدة في الادوية مش بتقوي الجسم بتاع الفرخة، بس بتلخبط الكبد وبتلخبط الكلى، وبتحول العلاج لعبء، ايضا عبء سام على الكبد وعلى الكلى. فالاخطر من كده كمان ان انت تيجي تستخدمي مضاد حيوي لمجرد الوقايه، ان الفراخ ما عندهاش حاجه وانت عايزه تحميها من الاسهالات او تحميها من اي حاجه، فتروحي مستخدمه مضاد حيوي علشان ما يجيلهمش اسهال. لا، هو تستخدمي العلاج لما يكون في مرض. ما فيش مرض يبقى ما تستخدميش علاج، لان استخدام العلاج كشيء وقائي بيهدم جهاز المناعه بتاعت الفرخ، فلما يجي يمرض مش هيلاقي جهاز مناعه يقاوم المرض ده. انت بساعه الاظلام اللي بتعمليها دي بتشتري للفراخ نوم صحيح ونظام صحيح. الفراخ محتاجة تعيش زي ما اتخلقت، زي ما ربنا خلقها، مش زي ما احنا عايزينها تعيش. اعملي ساعة إظلام كل يوم، مثلا من المغرب لحد العشاء. ارفعي العلافات والسقات بعد كل وجبة، تحط لهم العلف بتاعهم وأكلوا خلاص، تروحي رافعة العلافات. السقات سيبيها عشان المية دايما بيحبوا يشربوها. بالطريقة دي هتاخدي أجود لحم وأحسن حاجة وأحسن فراخ. واللي مفكره ان هي تقدر توصل بالفراخ ل3 و4 كيلو في 30 يوم، الكلام ده مش صحيح بالمره. انا ربيت بقالي كتير بربي فراخ وما وصلتش للاوزان دي. الاوزان اللي بوصل لها اقصى حاجه 3 كيلو في عمر 35 و37 يوم. اللي يقول لك اكتر من كده بيضحك عليكي. تابعي مع فراخك، استعملي كل حاجه مظبوطه، سقوات وخلطات، استعملي حاجات من البيت، اعشاب طبيعيه، هتاخدي احسن نوعيه من الفراخ، هتاخدي احسن حاجه، احسن لحم، وفي مده قليله. جزاكم الله خيرا، دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله.